دايما بيقولوا اسال مجرب وما تسالش طبيب، بس عشان خاطري في البروستاتا اسال طبيب. مش اي علاج صاحبك يقوله لك تمشي انت عليه. تعال اقول لك ليه. البروستاتا زي اي عضو في الجسم ممكن يحصل فيها مشاكل كتير مع تقدم العمر، بس المهم نعرف امتى نحتاج العلاج وامتى نحتاج التدخل سواء جراحه او منظار، وهل ده ليه تاثير على الصحه الجنسيه ولا لا. بالنسبه للادويه الحديثه فمعظم الادويه اللي موجوده في السوق امنه، ولكن قد يكون لها تاثير ضعيف على مشاكل القصر. الطبيب بس اللي يقدر يوازن ما بين الفايده والمخاطر. اما بالنسبه للجراحه فمش كل مريض بروستاتا اصلا بيحتاج للعمليه. التدخل بيكون في حالات قليله ومعروفه، اهمها احتباس البول او نزول دم في البول، الالتهاب المتكرر، او ارتفاع وظائف الكلى لا قدر الله فشل كلوي. في شائعه بتقول لو عملت العمليه حياتك الجنسيه انتهت. الكلام ده غلط. معظم العمليات بتحافظ على الانتصاب بشكل كبير، وبشكل عام المريض اللي محتاج للعمليه بعد الاجراء بيحس بتحسن كبير وبيعاود حياته الطبيعيه. وفي النهايه البروستاتا عمرها ما كانت عدو، لكن محتاجه تشخيص مظبوط ومتابعه واهتمام. خليك فاكر، كشف بدري والتشخيص المظبوط هو اللي هيخليك تعيش حياتك مرتاح بدون اي قلق او خوف.